هل نعلم ما أكثر أمر يدخل الناس الجنة يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. حسن الخلق من أعظم الأمور التي تدخل الناس الجنة، هي من الأمور السهلة والتي يحبها البشر ويألفها الناس، ومع هذا هي من أكثر أسباب دخول الناس جنة عرضها السماوات والأرض. الله عز وجل لما وصف المؤمنين بأنهم يسارعون في دخول الجنان وأمرهم بالمسارعة إلى دخول الجنة، وصف أهل التقوى الذين هم أهل الجنان، وجاء في أوصافهم: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أي أنهم أصحاب أخلاق. هؤلاء هم الذين يدخلون الجنة. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة صوامة قوامة، يعني ما شاء الله عليها تصوم، ما شاء الله عليها تقوم الليل، لكن أخلاقها سيئة، تؤذي جيرانها بلسانها، ماذا حكم النبي عليها؟ قال: لا خير فيها، لا خير فيها، هي من أهل النار، لأنها ما فهمت أن هذا الدين دين أخلاق، دين معاملة. حتى الصلاة إذا ما كانت تنهى عن الفحشاء والمنكر ما كانت صلاة حقيقية، إنما جعلت هذه العبادات لتحسن أخلاقنا وتزكي أنفسنا وتحسن معاملتنا للبشر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من حديث يبين للصحابة: اجتهدوا في حسن الخلق، عمل بسيط، عمل سهل يقربكم من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. اسمعوا لهذا الحديث الصريح، قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة، يعني إذا تبون يصير الواحد فيكم أحب الناس لي وأقرب مجلسا عندي يوم القيامة، من؟ هل نتوقع قائم الليل؟ هل نتوقع المنفقين؟ هل نتوقع الصائمين؟ لا، قال: أحاسنكم أخلاقا. هؤلاء الناس الذين أحسنوا أخلاقهم مع البشر، هؤلاء أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسن الخلق مع البشر، بل إن الله عز وجل وصفه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، أي عندك خلق لا كغيرها من الأخلاق في البشر، أخلاقك عظيمة. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستحي أن يفعل الخطأ أو يفعل المنكر، بل عصمه الله عز وجل من هذا كله. بل كما قال أحد الصحابة في أوصاف رسول الله: أشد حياء من العذراء في خدرها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يضرب أحدا أبدا، ما ضرب إلا في معركة في حرب، ما ضرب لا خادما ولا امرأة ولا أحدا من الناس، بل كان كفه ألين من الحرير. يوم من الأيام، انظروا الأخلاق، يوم من الأيام أحد الناس تو أسلم، جاء دخل في الصلاة مع الصحابة، ما يدري، أحد الصحابة عطس فشمته، يرحمك الله، ما يدري، شمت هذا الصحابي، ما يدري أن الصلاة ممنوع فيها الكلام. فإذا الصحابة يضربون بأفخاذهم، يعني اسكت، فإذا به يتكلم أكثر، قال: واثكل أمياه، خرب صلاته وأزعج الناس في المسجد. بعد الصلاة خايف، أول ما انتهت الصلاة ناداه النبي ليجلس عنده. يا الله، يقول: ما وجدت معلما قط خيرا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما كهرني ولا نهرني، إنما قال لي: تلك الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، أخذ يعلمني الصلاة. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم.